وكده انا خلصت الكرانيش بتاعتي اهي في الوصلات، وهبتدي اكسر. اقول بسم الله وهدي المكنه كده. ماشي. انا خلصت الكسر بتاعتي اهي كلها. الكسره اللي في النص دي هتيجي معايا في نص الشغل، يبقى انت عرفتي كده العلامه بتاعتك اهو. اول ما تلاقي كسره التوب دي هتروحي انت جايه كده من فوق من عند الراس او الرجلين ايا كان المكان، تبتدي تركبي كورنيشك. طبعا انت كده كده هتبقي عارفه المقاس يعني، فانا بديكي علامه تسهل عليك لو انت لسه هتقيسي. خدتي بالك من المقاس وعرفتي من غير ما تقيسي، خلاص اشتغلي بقى زي ما انت عارفه. كلام للمبتدئين يا بنات، للمبتدئات يا بنات. يبقى في ناس لسه مبتدئات محتاجه تعرف كل خطوه بالظبط ماشيه ازاي. هقول بسم الله وهعمل كده. طبعا انا عشان مش عامله اوفر هنا هيبقى دي تانية جوه تانية. اتمنى ان يكون الشرح واضح، تكون الحلقه خفيفه عليكم. انا كده ركبت الكرانيش اهو. طبعا عشان الاذان انا قفلت معاكم وبدات حته صغيره وقفلت المكنه اهو، ما كملتش. تساوي وتفردي القصر بتاعتك كويس جدا، متخليش حاجه مشدوده ولا حاجه تحت الدواسه مكلكعه. وانا كده خلصت الكورنيش اهو جميل اهو، الشياكه اهي. بسم الله ما شاء الله، شغل فاخر من الاخر. الحمد لله وما توفيقي الا بالله. هبتدي اتني بقى. بعد ما اتني هنركب الفوق. بتني تانية صغيره عشان انا كده كده عامله اوفر، فمش محتاجه تانية جوه تانية. ادي الجنب اللي انا قلت لكم عليه اللي هو مش معمول اوفر علشان انا قصيت منه، كان فيه زياده لان اختلف الطوب ده من الطوب ده فيه مطه شويه ومش جاي مظبوط كده ان هو يزيد منه قماش، عشان كده طلعنا منه القطعه الصغيره دي. انا كده لازم تانية جوه تانية. هبتدي اتني كده اهو اكني عامله اوفر بالظبط، بس هي تانية جوه تانية اهو. هاخد الملايه كلها على نفس النظام وبعد كده نرجع نركب الفوق. طبعا هو اختياري العميله برضو اللي هو الجبيره الحلوه، شغل فاخر من الاخر. بسم الله ما شاء الله. ده الشكل النهائي اهو. لسه كمان بعد المكوى وبعد التغليف هيبقى شكلها اجمل واجمل. مكانش عاجبني اللونين مع بعض بصراحه، بس شكلهم بعد ما تقفلوا كان شكلهم حلو جدا. هنبتدي بقى ندخل على كيس المخده. الكيس المخده عادي جدا، وفي الاخر لو لقيت معايا زياده من اللي هي اللون البصلي ده هنركب هنا حليه حلوه كده. على كل طرف واحده بس، مش هركب من ناحيتين. وانا دي مش عاملاها اوفر على اساس ان انا ما كنتش هحتاجها ونسيت، هعمل كده بقى. كده انا هركب من كل وش مخده جنب واحد اهو. بصوا الخياطه نضيفه ازاي، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا وان شاء الله هتعرفوا تعملوها. بتدخلي دي كده بتبني عليها الجنب اللي هو معمول اوفر. كمل للنهايه وكمل المخده التانية وارجع لكم تاني. بصوا
بصوا بقى انا خلصت دي ورحت مديها شيمه من هنا كده اهي، ثبتها كويس جدا وفردتها خليتها بالشكل ده. طبعا الخيط ابيض، انا بحب اشتغل الملايات بالخيط الابيض طالما هي الملايات وفيها الوان يعني، ف مش هيفرق خيط ابيض خيط رمادي، لان انا معايا كذا لون، مش كل شويه هغير للون ده شويه وللون ده شويه، الا لو هي ساده ما فيهاش اي لون تاني ماشي هغير اخلي اللون بتاعها ماشي. تانية جوه تانية، تانية جوه تانية اهو، والخيط الابيض برضو ماشي عليها مش وحش اهو، حاجة كويسة يعني ونضيفة. ده كده شكل المخدة. هكمل انا التانية بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. متنسوش اللايك سبسكرايب شير، دعوة حلوة من قلبكم، فيديو يستفيدي، تفعيل الجرس على الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد، ويا ريت تشتركوا بالقناة، قناة المصرية للتفصيل. وعايزة تفاعل يا جماعة لو سمحتوا، تفاعل 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 بالله عليكم. اتمنى ان يكون الشرح عجبكم، واتمنى ان يكون الشغل برضو عجبكم. تابعوني بقى في بقية الحلقات، لسه لينا حلقة تانية في الطقم ده بتاعة الخدة دي، شغل فاخر من الاخر. الجنب التاني انا كده هتنيه بقى خلاص عشان القماش مش هيكفي ان انا احط من الجنبين.